حبايبي الزملكاوية، مساء الفل على الكل. مبروك على ماتش الاتحاد. ماتش كان جميل وأداء عجبني وأهداف تحفة وإحنا لعبتنا لعيبة رجالة. هم حتى بتيجي تحتفل بتحتفل برجولة، يعني حتى بتحس كده الهتافات والأغاني رجالة رجالة. فهكلمكم في حاجة أنا متعجبة لها جدا جدا جدا. النهاردة لما نادي الزمالك اللي احنا كلنا بنحبه وبنعشقه خد بطولة، الأغاني اللي كانت في الاستاد اللي بيشغلوها دي كانت أغاني إيه؟ أغاني نادي الزمالك. يافطة ملك اللعبة اللي هي اتاخدت، واخد بالك، اتسرقت، والهتافات واليفط كله للزمالك. لما بقى خدنا وكسبنا الكونفدرالية، الباص المكشوف بتاع الاحتفال، الجماهير أول ما فكرت تروح تحتفل ببطولة، يعني كانت نفسها فرقتها تاخدها، فرحانة بلاعيبتها، فرحانة بفريقها. أما حبت تحتفل راحت تحتفل فين؟ راحت تحتفل قصاد باب النادي اللي هي بتشجعه وبتحبه، وبتحلم دايما ان النادي ده يكون من بطولة لبطولة. طب يعني راح احتفل قدام في يعني الشارع اللي في النادي بتاعه، قدام باب النادي بتاعه، لعيبته راحت هناك عند النادي بتشجع، بتحتفل، بتغني للزمالك، بتهتف للزمالك. اديني مبرر واحد جمهور لما يكسب يروح يغني ويهتف قدام باب النادي المنافس بتاعه. تخيل احنا كده كسبنا البطولة فروحنا النادي المنافس الأحمر في الجزيرة، إذا دل وقتها هيتقال إيه؟ هو أنتوا يا جماعة أنتوا في حاجة في دماغكم؟ ولا أنتوا متغاظين وجايين أنتوا بس فرحانين إنكم كسبتوا عشان تيجوا تغيظوا المنافس؟ هو ده بالظبط اللي جمهور الأحمر عمله. أنت فرحان بالمكسب، وأول ما فكرت أنت ما رحتش على باب ناديك، أنت ما رحتش تشجع قصاد باب ناديك، أنت رحت قدام باب نادي الزمالك تهتف وتقول انا بحلم بيك انا بحلم بيك. تحلم بيا ليه يا حبيبي؟ هو طبعا كابوس، بس انت تروح لحد عندي وتقول لي بحلم بيك انا بحلم بيك، يبقى انا جامده قوي وكبيره قوي، وده اعتراف ضمني ان انا مش لانك لو انت انا مش فارقه معاك، طب ما تروح تهتف قدام نادي بيراميدز ولا قدام نادي من الانديه التانية اللي بتلعب في الدوري. كان انت جاي الزمالك عشان انت عارف ان الزمالك ده نادي الزمالك، نادي سابقك يا ابني، كان في افريقيا ببطولات. انتوا كاتبين بطل مزيف. مين المزيف؟ هو المزيف اللي كان سابقك في وقت من الاوقات ببطولات افريقيا وكسبها اكتر منك، المزيف اللي كان معاه 7 بطولات يا ابني وخد بيها لقب. المزيف اللي يبقى عنده بطولات اقل ومع ذلك ياخد لقب مش من حقه. يبقى مين اللي بيزيف؟ مين اللي بيزيف؟ مين اللي اصله بيكسب عشان في ناس بتساعده؟ ليه احنا كان عندنا حد في الاتحاد الافريقي زي عيلة فهمي؟ ولا عندنا في الاعلام ما شاء الله كده زيكم؟ ولا في ولا احنا هنعد كده مش هنقدر. ده حتى ابراهيم فايق الامير الطيب اللي كان هنا وكان بيقول لي فيريرا يا بابا البابا ويا جده وبابا الشغلانه، وكان بيجيب معاه الاثنين اللي راحوا يشتغلوا هناك في MBC ولا في القناه الرياضيه السعوديه، كانوا بيقفوا كده برضو معاه. والبابا ومش البابا وصاحب اللعبه طالع يقول لك اصل انت عارف يا كولر بيسموك ايه الجد البابا. انتوا ازاي؟ انتوا ايه؟ انت ايه مبررك تيجي تهتف؟ ما انت شجاع السيما اللي بقولت لك قبل كده، ده انت البطل بقى يا عيني اللي ما حدش بيكسبك وما نتقارنش ونازلين بقى كلام. النادي لا يقارن، النادي بتاعنا لا يقارن. ليه يا اخو؟ انت خدت بطولات احنا ما خدناهاش، يعني انت خدت بطولات احنا ما خدناهاش. ده ايه الزهق؟ اول مره شفت ناس راح تحتفل قدام نادي انتوا جايين تحتفلوا قدام نادينا احنا ليه؟ انت متغاظه يا بطه ولا ايه؟ انت متغاظه يا فرخه؟ ما هو اصل انا برضو شفت الصوره بتاعت وبعدين انت كاتب انت ملك يا ابني انت حتى ما عندكش يعني
رؤيه كده، فيجن، انت اللي تختار يفط صح كلام. انت واخد بالك اللعبه مننا؟ يعني طب انتوا عايزين ايه؟ انتوا جايين عندنا ليه؟ انتوا جايين تحتفلوا ليه عندنا عند الزمالك وماشيين بحلم بيك، انا بحلم بيك ويا زمالك، وايه الازايز والحاجات اللي بترموها فوق جمهور الترجي؟ يا ابني ده انت كسبت بهدف باقدام لاعب الترجي. هي خلاص طارت. هو الزمالك تعبك قوي كده نايم تصحى وكل بوستاتكم؟ وبعدين بقى فين ابو توكا؟ ها اللي قاعد يقول لك عبد الله السعيد، يا ريتك بقى نشوفك في بطولات. انت ماسك الكاس ليه؟ اخبار عمر كمال عبد الواحد ايه؟ هو متصور وحاضن الكاس. وحاجه يا اخي، انا بشوف في بوستات عندي اصدقاء بينتموا للنادي ده، لو تشوف التعليقات عليهم، بص يا عم يعني هو ما فيش شناوي ما جابش ابنه ونزل يحتفل زي يعني حتى بقول لك ما بيحتفلوش بناديهم، هم بيحتفلوا وعينهم علينا. بص اهو ما حدش نزل، وانا شايفه صوره لحسين الشحات ده مع مامته واخته جايبه 3 اولاد، واقفه ب3 ولادها كده، العيله كلها ما شاء الله، وامام بيحضن مراته وبيبوسها. بص كان منظر كمان شاعري قوي قوي، بيقول لك بصوا يا عيني اصل امام كان محروم، اصل امام. هو انت يا ابني امام انت خدته من الزمالك ولا انت خدته عن طريق كوبري زي اللي قبله؟ محروم، ما هو محروم من المحله. وبعدين يقول لك ايه، جايبين صورته وهو لابس، وهو طفل لابس تيشيرت النادي بتاعهم الاحمر، يقول لك ده من هو طفل. هو انتوا قد كده هنا ده فين؟ طب والله انا برضو لعلمكم بقى، انا لما شفت صورته وهو طفل لابس الفانيلا بتاعتهم انا قلت صحيح الواد ده والمبادئ دي اكيد هي بالظبط هي التربيه الصغيره بتاعت انا كنت وانا صغير اتربيت في وسطكم فتعلم نفس المبادئ. فجاه راح للزمالك ودفع فلوس من جيبه وكتب وصولات امان عشان يجي الزمالك، وانا من صغري ويعيط وينف ويعمل، وبعدين هوب مين هيعمل ايه؟ هوب نروح النادي التاني. لا لا انا طول عمري احمر ومتربي على الحمار ومش انا اللي قلت انت لابس احمر فاحمر ليه؟ ده انا اهو بصوا لابس زيكم احمر. انا برضو قلت يا ربي ده مبادئ كده مش غريبه. انتوا فاكرين ان احنا متضايقين ان ابص بقى بيرقص لكم؟ بص يا عيني يا ابني اقسم بالله ولا هو ولا فيشه ولا حد من الناس دي اللي صنعهم. وانتوا لو ما كانوش تألقوا في الزمالك ما كنتوش خدوهم. لو امام ده كويس كنت خدتوه من ايام ما كان في المحل. والكهرباء ما هو كان عندكم، هو عشان جه مدرسه الفن والهندسه جه الزمالك. لكن هل انا هزعل على لاعب مش بيحترم انتمائه؟ يعني احزن عليه ليه؟ انتوا حزنتوا على رمضان صبحي بتحاربوه لحد دلوقتي، لكن احنا لا، ولا يفرق معايا، ولا عمري قلت يا خساره هو مشي ليه، ولا يفرق معايا. تعالوا بقى كلموني على انا عايز اعرف الرياضه دي رياضه ترفيهيه ولا ترهيبيه؟ ايه كم الكلام والفيديوهات عشان حكم جهاد جريشه طلع قال ان الترجي له ضربه جزاء؟ ايه ده شوبير انت، وتعالى اوري لك وتعالى اقول لك وتعالى اعمل لك، وانت ازاي اللي هو ايه؟ انتوا محدش يجيب سيرتنا. هو انت يا ابني هتتجرأ وتجيب سيرتنا؟ لكن لما تكون حاجه للزمالك استضيف حكم من بره ومن اجنبي ما سمعناش عنه ومن بلد ما عرفناهاش ودي ضربه جزاء ولا لا؟ ولقيت واحد ما اعرفش قال ايه مذيع عندهم في القناه جايب مش عارفه ايه شتيمه اللي هو ايه في جهاد جريش، عارفين بقى حمله اللي هو انتوا ما حدش يجيب سيرتنا، احنا فوق الجميع، احنا فوق القانون، احنا فوق الاعلام، احنا ما حدش يقول عننا حاجه، احنا النادي اللي لا يقهر، احنا انت اوعى تجيب سيرتنا، اوعى تنتقدنا اصلا، انت بتحلم. اوعى الراجل يغني مش عارفه ايه المعلق ده وايه يعني اما يغني؟ يعني انتوا لكن لما حد يقول حاجه عن الزمالك هو في ايه يا جماعه؟ فين الحياديه؟ كل ده ارهاب في حكم عشان قال ان الترجي له ضربه جزاء وجاي تحتفل عندنا؟ انتوا مملين قوي، انتوا ما شاء الله متشعبين في كل حاجه، انتوا مش عايزين حد يجيب سيره ناديكوا ولا يعني بصوا ما حدش، يعني ده ارهاب يا جماعه، ده ارهاب يا حبيبي. هو في انت نادي عادي جدا زي اي نادي يخرب بيت كده اللي اقنعك انا بس اللي باخد بطولات، انا بس اللي بكسب، انت ولا حاجه، انا الكبير. لما انت كبير وعظيم جاي عند باب النادي بتاعي ليه؟ بتجيب سيرتي ليه؟ مركز مع لعيبتي ليه؟ بتحلم بيا ليه؟ فوقوا، انتوا مش كبار، انتوا عاديين قوي قوي،
والزمالك كبير قوي لدرجة انك جيت لحد عندي